السلام عليكم ومرحبا بكم مع أميرة. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وصفتنا ديال اليوم سهله وسريعه واقتصاديه بزاف تحضروها لوليداتكم الكوتي اولا تيدوها معاهم للمدرسه. كيف ما عارفين دابا الدراسه ان شاء الله غادي تحضروا هاد الماطلين كيجيو ساهلين وهشاشين وفي نفس الوقت كيوجدوا بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. على بركه الله ندوزو للمقادير. هنا عندي 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عصير ديال الحامضه، كاس ديال الماء سخون، كاس ديال السكر سنيده، كاس الى ربع ديال كاس لا ربع ديال الزيت، دانون ديال البنان، ياغورت ديال البنان اولا اين كان نتوما كتبغيو، فانيات، 3 الخمارات حمرين والدقيق على حسب الخليط. غادي نوضع الجميع في هذا الخلاط الكهربائي. كيف ما كتشوفوا انا غنجمع العجينه كامله ديال الماطلين ديالنا، غادي نطربها في هذا الخلاط الكهربائي. وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنساونيش بلايكاتكم واشتراكاتكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الجديد ان شاء الله. شكرا بزاف للناس اللي كيتابعوني والناس اللي دخلوا عندي جدادين، كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش تفعلوا معايا في القناه ويوصلكم جميع الجديد ان شاء الله. وضعت هنا كما كتشوفوا البيض مع السكر سنيده مع السكر فانيليا، واحد 2 شاصيات ديال الفاني. صافي هنايا غادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم في الخلاط الكهربائي حتى ينسجم لينا الخليط مزيان ونكملوا باقي المكونات. هنايا كنخليهم كيطحنوا مزيان بهذه الطريقه هذه. ضروري ما تخليو الخليط يتطرب مزيان في الخلاط الكهربائي. شحال ما طربتوا الخليط في الخلاط الكهربائي كتجيكم العجينه خفيفه وكيجيكم داك لي ماطلين خفيف بحال ديال الزنقه نيشان، يعني بالمذاق ديالو وحتى في الشكل ديالو. صافي هنا دابا غادي نحبس الخلاط وغادي نزيد كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، وغادي نعاودو نخلط. هنايا غادي نزيد كاس ديال الماء اللي يكون سخون ونخلط المكونات مزيان ونخليهم يتطربوا مزيان. عاد نضيف باقي المكونات. الياغورت من الاحسن تخليوه حتى للتالي، يعني ما تضيفوش مع السكر سنيده والبيض باش كيبقى فيه داك المذاق ويطلع يطلق لكم هذاك المذاق ديال البنان في لي ماطلين ديالكم. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نوضع دابا الكاس ديال الياغورت ديال البنان اولا تقدروا ديروا اي نكهه نتوما كتبغيوها. وهنايا غادي ندير الدقيق بالتدريج بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا راني كنوضع الدقيق غير بشويه بشويه. صافي وغادي نوضع دابا الخمارات كيف ما كتشوفوا 3 ديال الخمارات حمرين ديال الحلويات. صافي هنايا كنبقى كنطرب بهذه الطريقه هذه. كنكون قربت نحصل على الخليط اللي الشكل ديالو كيكون واجد. في الاخير غادي نوضع هنايا عصير ديال الحامضه. كيف ما كتوضعوا العصير ديال الحامض راه كطلع لكم الخليط ديال العجينه كامل كيجي طالع كيبقى يتنفخ كيبيض الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. الحجم ديالو كيتضاعف ملي كتوضعوا له الحامض مباشره، كيبقى يطلع لكم الخليط كيف ما كتشوفوا. كنبقى نحرك بواحد المغرف ديال الخشب من التحت للفوق حتى كنحصل على واحد الخليط اللي يكون ثقيل على الكيك
واحد شويه ماشي بزاف، يكون ثقيل على العجينه الكيك، غير واحد شويه ماشي بزاف. صافي هنا كنخلط مزيان وكنوضع هاد المول هذا ديال لي مادلين، هذا راه غزال هاد المول هذا. صافي هنايا كنوضع هاد الكويغطات ديال المادلين، اي شكل بغيتو ولا اي شكل كان متوفر عندكم استعملوه. صافي كنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنصاوب الكويغطات كاملين. وهنايا غادي نبدا نفرغ الخليط ديالي. بالنسبه للفران ضروري ما تكونوش شاعلينه من قبل وتكونوا على نار مجهده، يعني خصو يكون سخون مزيان الفران. ملي غادي تدخلوا المادلين غادي تنقصوا ليه وغادي تشعلوا من التحت ومن الفوق. بالنسبه لي انا عندي غير الفران العادي ديال الغاز، كنشعل غير من التحت ومن الفوق. صافي كنخلي نار مهيله وكيطيب في واحد الوقت اللي قصير، ما كيتعطلش نهائيا بالطياب. واللي عنده الفران ديال الضو كيف ما كنقول لكم دائما كيبقى على حسب الطاقه ديال الضو. صافي هنا كنبدا نفرغ العجينه ديالنا في هاد الكويغطاس كيف ما كتشوفوا. كنخلي لهم بلاصه ديال فين يتنفخوا، يعني فين طلع لينا الكيك. صافي كما كتشوفوا هنا كنقاد هاد الكويغطاس كاملين بقياس واحد. اللي ما عامرينش مزيان كنزيد نعمرهم. صافي وكنحيد هاد العجينه اللي تكبت ليا فوق المول باش ما تحرقش لينا المول ديالنا. كنمسحها مزيان ودابا مباشره ان شاء الله غادي ندخلها للفران اللي نقصت عليه من التحت ومن الفوق، وغادي ندخلهم ان شاء الله وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، لي بانكيك ديالنا عفوا. وهنايا من بعد ما دازت مده قليله كيف ما كتشوفوا البانكيك ديالنا راه وجد. شوفوا تبارك الله وصل عندنا كيف كيجي خفيف وناجح 100%. جربوه من اول تجربه غادي ينجح معكم ان شاء الله. شهيه طيبه وشكرا بزاف بزاف، الى اللقاء.